السلام عليكم بنات، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في هذا الفيديو راح نحكو على الحدود في العلاقات، باسكو في حياة أي وحدة فينا راح يجي نهار وين تبدأ تحس باللي السكوت على حقها ما عادش يناسبها، لكن في نفس الوقت راح تحس باللي كلمة لا ممكن تكلفها كل شيء: حب الناس، تقبلهم ليها، ورضاهم عليها. فالشيء اللي راه مانعك انك تديري حدود رغم كامل وش راهم يديروا فيك هو الخوف. علاش راكي خايفة؟ وش راح تستفادي كي ترضي فلانة وعلانة على حساب نفسك؟ ما راح تخسري غير راحتك النفسية وتطفر غير فيك. فاليوم في هذا الفيديو راح نوري لك وشنو هما الصوالح اللي لازم تديري فيهم حدود من تجربتي الخاصة، وصدقيني راح تتغير نفسيتك كليا. وراح نمدلك وش لازم تديري به توضحي للناس حدودك بلا أي نزاعات أو مشاكل. إذا كنتي صح حابة تعيشي بسلام نفسي تبعيني للأخير وراح تستفادي بزاف بإذن الله. أول حد لازم ترسميه هو حدودك الجسدية. مساحتك الشخصية ملكك وحدك، مش أي واحد مسموح له يقرب منك بطريقة تزعجك ولو بزعاقة. مش أي واحد يدخل شنبرتك ولا يمس دوزانك بلا إذنك بحجة أنه قريب لك، وهذه يعني بزاف نتعرضوا ليها احنا يا البنات. فوضحي الصوالح اللي يديرونجوك بكل جرأة وبلا ما يهمك يزحفوا ولا ما يزحفوش، فالملاحة الزايدة راح تضرك غير انت. ومن بعد تجينا الحدود العاطفية. ما تسمحي لحتى واحد يستهزأ بدموعك ولا يقول لك انت درامية وحساسة، حتى ولو كانت يمك ولا زوجك. حطي الحدود بلا خوف، وهذا الشيء ما يعتبرش عصيان، باسكو ربي حاسبك على نفسك ولنفسك عليك حق. فجامي تكذبي إحساسك، جامي تكذبي إحساسك ومشاعرك. أنا شخصيا كل ما كان يصرالي موقف ونحس باللي هذاك الشخص راه يضرني بطريقة غير مباشرة، مثلا ينتقدني وكي نتقلق يقول لي راني نتمسخر برك، كان دايما يلحقني إحساس باللي متقصد أنه يأذيني، ودايما نكتشف في الأخير باللي الصح هذاك الشخص كان حاب يأذيني نفسيا باش يحس روحه فور نهار اللي أنا نضعف ولا نبكي. وهذو شخصيات نرجسية، ومن بعد ندير لكم إن شاء الله عليهم موضوع. إذا كنتوا حابين ندير لكم عليهم موضوع اكتبوا لي في التعليقات. فحاولي قدر المستطاع أنك تديري حدود لهذا النوع من الأشخاص ولا تخرجيهم من حياتك إذا قدرتي. وثاني حاجة، مشي لازم تكوني بونج تمتص قاع مشاكل وهموم الناس، وانتي نهار تحتاجي اللي يسمعك ما تصيبي حتى واحد. وإذا اضطريتي أنك تسمعي من شخص قريب تعاطفي بالمعقول، ما تخليش روحك تتأثري حتى تنضري. انتي ماكي مسؤولة على تغيير حياة حتى واحد، هذا الأمر بيد ربي. وقتك حبيبتي، وقتك ثمين وراحتك أثمن. كي تعيط لك وحدة تقضي لها حاجة وانتي الوقت ما يساعدكش، قولي لا لا بلا حشمة. سواء كنتي مشغولة ولا عيانة ولا مشي في مورالك عادي، ما كيش اوبليجي ترضي الناس على حساب راحتك وممتلكاتك ودراهمك، انتي تتصرفي فيهم. ما تخليش الناس يستغلوك بحجة القرابة، تحشمي وتمدي صوالحك وانتي مشي راضية. اذا حبيتي تسلفي كي تكوني انتي مكتفية سلفي، ولا حاجة ما تستحقيهاش سلفيها عادي، هذا حقك مش عيب. فقط المجتمع دخل لنا في راسنا باللي كي تكوني معطاءة معناتها انتي إنسانة طيبة. لا، العطاء يكون في حدود قدرتك مش على حساب نفسك. علاش الحدود مهمة في حياتك؟ وش راح تربحي كي ديري حدود للناس؟ شوفي يا أختي، الحدود هي صمام الأمان تاع حياتك. أول حاجة تديرها لك الحدود هي أنك تحميك من الاحتراق النفسي. شفتي كي تجيك هذيك الحالة وين تحسي روحك عيانة فاشلة، ما كي قادرة تديري والو لا لولادك ولا لدارك، هذيك الحالة تجيك باسكو الطاقة اللي كان لازم تقدميها في مكانها الصح ضيتيها لكامل الناس، فداو من طاقتك ووقتك ومن أعصابك حتى فرغتي تماما. الحدود تخليك تخبي طاقة لروحك وللناس اللي راكي مسؤولة انك تقدمي لهم من وقتك وجهدك. ثاني حاجة، الحدود هي اللي تبني لك الاحترام الذاتي. الناس نهار يشوفوك باللي عندك كلمة وعندك خطوط حمراء ما يتخطوهاش، هما وحدهم راح يبداو يقدروا قيمتك. فالناس يعاملوك كيما تعاملي نفسك. إذا أنت رخصتي وقتك وجهدك هما راح يرخصوه، وإذا أنت عزيتي روحك وحددتي واش يخرج عليك واش ما يخرج بالسيف عليهم يحترموا حدودك.
والحاجة اللي بزاف نغفلوا عليها هي أنه الحدود أكبر غربال للعلاقات. الحدود تخليك تفرزي الناس اللي راهم معاك على جال مصلحتهم، والناس اللي يحبوك لشخصك. اللي يتقلق من حدودك هو إنسان مستغل، وببساطة هو إنسان سام، وجوده في حياتك حيضرك ما راحش يفيدك. الحدود تعطيك الحرية. نهار ترسمي حدودك تولي انت اللي تقرري واش ديري، وقتاش تخرجي، وقتاش تهضري، وقتاش تقدمي، وقتاش ما تقدميش. تولي انت هي المسؤولة على حياتك، ماشي الناس اللي يصوبوا فيك كيما حبوا. دوكا على بالي راكي تقولي باللي الهضرة سهلة، بصح كيفاش نطبق هذه الحدود مع الناس اللي ولفتهم ديما نقولهم ايه، ولفتهم ديما نضحي على جالهم؟ شوفي يا اختي، التطبيق العملي يحتاج ذكاء وصبر. اكيد ما راحش يتقبلوا حدودك بين ليلة ونهار. اول قاعدة في التطبيق هي قاعدة الصمت. نهار واحد يرمي لك كلمة توجعك ولا يتمسخر معك تمسخيرة عيانة تطيح من قدرك، ما تضحكيش مجاملة وما ترديش عليه بطريقة عيانة. ديري حاجة واحدة بكل بساطة، اسكتي وشوفي في عينيه مليح لمدة 5 ثواني. راح توصلي له إحساس باللي ديباسا لي ليميت، وراح تخليه هو اللي يتوتر ويحاول يبرر الموقف تاعو. ثاني حاجة، تعلمي تستعملي جمل واضحة وقصيرة، ما تبرريش بزاف. نهار تبداي تبرري راكي تمدي للطرف الاخر فرصه باش يناقشك ويقنعك. كي يقول لك واحد سلفي لي هاد الحاجه وانت ما تحبيش، قولي له لا لا اسمح لي هاد الحاجه ما نقدرش نسلفها، عادي من دون اي تبريرات. ثالث طريقه، بدل ما تهاجمي الشخص وتقولي له انت مشي مربي ولا واش هذا الهضره وتولوا في نزاع، قولي له انا ما نحبش هذه الطريقه في الكلام، ولا انا نتقلق كي يدخلوا في خصوصياتي. هنا راكي تحكي على حدودك انتي، وما كيش تقيمي فيه هو كشخص كيفاش داير، وهذا يخليه يحترم هدرتك بلا ما تفتحوا باب تاع مفاتنا. ورابع حاجة وهي الأهم مع الناس اللي ما يفهموش بالهضرة، باسكو كاين منهم بزاف، وهي التجاهل. وخاصة اللي يعاودوا يجبدوا لك حاجات انتي أصلا رفضتيهم. حاولي تبدلي الموضوع، ولا تنسحبي من الجماعة، ولا ديري روحك واحد عيط لك. المهم سيي ايفيتيهم، وكوني واجده لردة فعل الناس. نهار تبداي تطبقي راح يقولوا عليك تفرعنتي، تبدلتي، ولا وليتي واعره. اسمعي وفوتي، هذيك هي ضريبه التغيير. اللي حبك صح راح يتعود على النسخه الجديده ويحترمها، واللي ما يحبكش هذيك هي الفرصه باش يخرج من حياتك وتتهني من لا توكسيسيتي تاعو. وفي الاخير حبيباتي، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الموضوع. خلولي في التعليقات الاشياء اللي جوكم صعاب باش تديروا فيهم حدود، ونعاونكم برأي إن شاء الله. وشكرا.